طب الاضافات يا دكتور ممكن تتغش؟ اه، الاضافات هنا لازم تجيبها من مصدر موثوق. ليه؟ لان كل ما كان الاضافات الغذائيه سعرها قليل عن الموجود في السوق، ده بيبقى ادعى ان انت تشك فيها. ليه؟ لانه هو هيغشها ازاي؟ بيغشها الماده الحامله اللي بيحط عليها الاملاح المعدنيه والفيتامينات. كل ما هيزود الماده الحامله اللي سعرها منخفض او سعرها قليل، هيوفر في الخلطه بتاعته. فهنا ما تروحش تسترخص وتقول ايه هي بتقضي الغرض وخلاص. لا، ما بتقضيش الغرض وخلاص، لان التركيزات اللي مكتوبه على الشكاره ديتي ممكن تكون وهميه، وتكون الماده الحامله بتاعتها تكون عاليه، وبالتالي هنا مش هتدي احتياجات الحيوان. يبقى انت ضفت وما ضفتش، يعني ضفت اضافات غذائيه والحيوان ما خدش احتياجاته، فهنا كانك ما ضفتهاش، والحيوان يظهر عليه اعراض للنقص، او ان معاملات الهضم بتاعتك تبقى منخفضه، وبناء عليه هتلاقي ان معدلات الانتاج بتاعتك ايه؟ منخفضه، سواء لبن او لحم. يبقى هنا لازم مصدر موثوق. وممكن كمان لو انت شكيت تاخد عينه وتوديها المعمل يحللوا لك العناصر اللي انت بتدور عليها، والفيتامينات اللي انت المفروض انت هتضيفها في العليقه بتاعتك.